بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي لكم فيديو جديد وفيديو صغير وفيديو مفيد جدا. وعايزه اقول لكم ان الفيديو دوت او هنا الفيديو بيتكلم عن ان انا ازاي احتفظ بالسلق طول فصل الصيف. طبعا احنا عارفين ان السلق بيطلع هو والقلقاس بيطلعوا في الشتاء، طول الصيف ما بقاش موجود لا سلق ولا قلقاس. فانا ما كنتش اعرف في الصراحه ازاي احتفظ بالسلق طول فتره لحد ما يجي الشتاء. لما عرفت الطريقه ديت انا طبعا حبيت ان انا اقول لكم عليها عشان كلنا نستفيد مع بعض. انا كنت الاول بجيب اخضر كده وبقطفه وبحطه في كيس وبحطه في الفريزر، وقت ما بعوز بسحب منه وخلاص. لكن انا لما شفت الطريقه دي عجبتني وحبيت اقول لكم عليها. هنا بجيب السلق بغسله كويس وبحطه في المصفى لحد ما بيصفي ميته، وبعد كده بحطه في صينيه على البوتاجاز وبفضل اقلب فيه لحد ما بيدبل خالص وبينزل ميته وبيشربها. طبعا ما بحطش على السلق اي حاجه خالص، لا ملح ولا اي حاجه خالص. زي ما انتم شايفين كده انا حطاه في الصينيه وحطاه على البوتاجاز، وبنحطه في حاجه واسعه علشان ما يتعبنيش وانا يعني بينزل ميته وبيشربها تاني. بحطه في حاجه واسعه زي ما انتم شايفين كده. وبعدين بعد ما بسيبه بينزل ميته بجيب معلقتين 3 سمنه كبار وبحطهم عليه، وكأني بحمر بقى ايه السلق عادي زي ما بعمله في فصل الشتاء. بسيب كده السلق لحد ما يبدأ يخش في مرحلة ان هو يتحمر. وطبعا ما بسيبوش على البوتاجاز يتحمر قوي لحد الاخر. قبل ما بيتحمر خالص بكون طافيه عليه، ما بخلوش لحد الاخر، لان من السخونيه بتاعت الصينيه او الطاسه اللي بعمل فيها هيتحرق. زي ما انتم شايفين كده اهو كده. خلاص انا خلصت السلق وخلاص هطفي عليه وهو خلاص اتحمر، بس حاجه بسيطه قوي. بعد كده باخده على الخلاط وما بحطش عليه شوربه. يفضل ان انا ما احطش شوربه، لان الشوربه لما تحط في الفريزر فتره جامده كام شهر طعمها بيغير. فبحط عليه ميه بس، ما بحطش على السلق غير ميه بس، وبشغل عليه الخلاط وحبه ميه صغيرين قوي، ما بحطش ميه كتير، هم حبه صغيرين يا دوبك بس على قد ما الخلاط يلف. وبعد ما بضربه في الخلاط بيكون عندي علبه نظيفه بكون منشفاها كويس قوي، ما فيهاش اي ميه ولا اي حاجه خالص، وبحط فيها السلق اللي انا ضربته في الخلاط. وبعد كده باخده بحطه في الفريزر وبستعمله عند الحاجه. بحط منه معلقه او 2 بجانب الخضره بجانب الثوم. الست 7 حزم دولت بيبقوا كتير، يعني انت لما تضربيه في الخلاطه تحس ان هم حبه صغيرين قوي. لا، لما بتحطي عليه الميه وتضربيه بعد كده لما تيجي تستعمليه هو بيعمل معاكي كميه قلقاس كبيره مش قليله، لان طبعا ما بتاخديش كتير منه. وزي ما انتم شايفين هنا اهو ضربته في الخلاط وخلاص، وبحطه في العلبه وبالهنا والشفا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انتم ما تنسونوش في اللايك والاشتراك، واتمنى ان فيديوهاتي تكون بتعجبكم. ولو حد عنده اي اقتراح او اي حاجه عايزني اعملها يا ريت يبعت لي في الكومنت ويقول لي رايه ايه. واترككم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.